سرحب جوا سوتن إلو كومبين منفر بنوفي قميتا إيجو كونغرستار أو انسياتيفا سوري جبو آزاديا ريبر أبو أف كونفرانسا مقدار خز دبل دورشمايا فلسفة جيانا آزاد إيه ريبر أبو أو بگیشتی تباهی آلوزی لرجلاتا ناوینه بالنسبة كده خلقنا حنكسر بالحاضر بقى يكيلو بمرة بشتري بيه كونفرانسي بنا كونفرانسا ماجي منتظانة لسنة أساسي 26 سالن كومبلويا ناونكوي لسري برجالي كرد عبد الله وجمال هاتيه مشاندن إيرو أم بي كونفرانسي لدار بخن نتنج بو أم شلاكي وخد بيشبري والدار بخن لأن كيلت فيكي أم بكاربن بهفرة لبداية حمو كسين أمدا بنري بالشنيار أم قام بكاربن بالبريار أم جبداية بأنجامك باش لكن أنجامك كو أم بكن زمينك بنجاهين لسوي أساسي أم خبطة خاطئ كوشينا خواج ببنت بكن بأغراء آزادية فيزيكية ربال عبد الله أوجلان جوها مگوشی 26 سالن ربری گلی کرد بنا با ارتجاع ایرانی ده با کمپلای که هاتیه کردن حیل و جمعی رو بر فدانی آخوان جبوی چی ده بر دوام کرد لسر اساسی او فلسفه کو پیشکش کردی کو دنام ده جبو آزادی گلی کرد لبلی نتنه گلی کرد همو جهان همو ببین نتوارین کو ایرو اقتصاد دبن سیستم کودکی دشیان ده جبو کو بگیرن آزادی آخوان نبذه عن مجريات وأحداث المسيرة النضالية للقائد عبد الله أوجلان. انطلق القائد من شمال كردستان نحو الحدود السورية غرب كردستان إلى مدينة كوبن يوم الأحد 2 تموز 1979 ليلا، وكانت انطلاقة وبداية جديدة لفجر ثوري على أعلى مستوى من التحدي لمتابعة مسار النضال الذي استمر لسنوات. ومع مغادرة القائد يوم الاثنين 9 تشرين الأول 1998 يكون القائد قد بقي في غرب كردستان وسوريا ولبنان على مدى 19 عاما و3 أشهر و9 أيام. بلي لدربة بتايبتجي لأوروبا وحتى متروبولان شربان آشتيا رسن هنا جوان را رز و حرمتها من آمزن هيا مجي جخوا آشتي واقر بس راقهان ابنت اشتين شاشن دما بيويس بكه وذي صابين كرن لبني انيك آشتيا برسخته اوبتالوكه هيا مينا تسليميتا شندين نهادو خازن بي تسليميتي لسر حموم روفين برخده فرز بكن الرفيقات والرفاق، تحية طيبة لكم من أرض مصر. أنا فاتن صبحي، صحفية مصرية وباحثة متخصصة في الشأن النسوي. حابة أبعت سلام ومحبة كبيرة للقائمين على المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وتحية كبيرة للمناضلين وشعب شيخ مقصود ورجابة. حابة أركز في بداية كلامي على اهتمامي بالقضية النسوية، ولكن لو هتكلم على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فالقائد عبد الله أوجلان بداية نضاله وعمله على الأرض وترسيخ مفاهيم والأفكار المؤمن بيها كان من بداية الناس اللي نادى واهتم بقضايا عديدة زي البيئة وتغيرات المناخ اللي سمعنا عنها مؤخرا، لكن القائد كان عنده بعد نظر ويمكن من أوائل الناس اللي ناقشها من سنين طويلة. اهتم بالجوانب الاقتصادية، اهتم كمان بفكرة الأسرة وفكرة تنشئة الأطفال وفكرة حتى العلاقات العاطفية والعلاقات الزوجية اهتم بيها جدا. الكونفرانس بجراني ديالدايا كات جواكي تشينيا وأرماج دكات هو دريبات الخام ونر إن هذا جواكي كل شيء. فلسفة جيانا أنظار ديالي برأبو إكو بحث بكي فلسفة جواكا خوزاي جواكا خوزاي إكو
ريفا دبر جياني كي هالباش وبهذه عدالة. لأنه بهالفترة ظهرت العديد من الدول على حقيقتها، ودائرة المؤامرة بينت إنه قديش كبيرة وقديش هالمؤامرة بشكل كبير عم تنحل ضد القائد. داخليانية در انجام کنفرانسی. کنفرانس که لحلبی هات لدارستن به نام کنگراس‌ها انسیاتیف سوری جبو آزادی ریبر عبدالله اوجلان دیرو که حشتی جودمه هات 2024 له لاستان لایک دبن دروشمیا فلسفه جیانا آزادا ریبر آبو چاره سریع تباهی آلوزی روشلات ناوینه. به بشداربونا به صدام کسایت سیاسی روشنبیر مجلس قومی ریخستن تفکر و کسایت سربوخه و مالبات شهیدان. کنفرانسی بکریه که رزگردن بو سرفراسیا شهیدان دست بگیر هر وها آخافتنا بکرنی هات لدار بسن بشرت هواره هاتن خواندن کوپالا داناسینا کسایت ریبر او جلان کرو چاوا دولتین هگمون و سرمایه‌دارین کپیتالیست کمپلو به هفره خستن و همو زاگون نافنتوی و مافناسی بن بگیرن ده ریا گریارین گوشگیریاتن و تجویدا ستمکاره در مافی ریبر عبدالله اوجلان ده. دیگر بردوامی سیاستا بیدنگی ناف دولتی امروهی دا کودنگ راستی بنخمینن و دا خازنگل این آزادی ریبر آفیزیکی بشیرن. گودوبیش جهلا بشتاروانان و حال تکرن درباره گرینگی و شاندن و تگیشنا فلسفه ریبر آبو جبو آزادی گلان و مافی وان ده چاره نوزیدن. او پیش نیازا ریبر آب پروژه نتوای دموکراتیک آگو تیگینا جیانا هبش جیانا همتا آزادی جن و اکولوژی هلدگر سرملی خوش و آباکرنا جواکک دموکراتیک و آزاد. تواهی گوتو بجان لسربان در انجام لبنی لحف کرن. تکذیب پیکولیا لسر پیکانینا آزادی فیزیکی یا ریبر آبو دیم بلند کرنا تیموه تیکوشینه به همون ریباز دموکراتیک سیم لدارخستنا زنجیر چالاکی لبازی گلیری و کرنا کونین مانگرتن سیمپوزیوم دیالوگ خوبشاندان و چالاکی خواندنا پرتوک و پارزنامه ریبر و کرنا دیالوگ دربار وانده پرورده دربار تگیشتنا فلسفه سوسیولوژی آزادیه ده چارم رابطنا راستیا کمپلوی بن پیکرین نیاسایی یک گوشهلا دستلاداریا بیهاتی دولتا ترکی به هاتن سپاندن و هفکاریا کمیته یا لدجی اشکنجه یا اوروپی سیپیتی به ترکیه دا کو ارکن خو پیک بینه. پنجم تشویق جبو کامپانیا ناو نتوی یا گودبن دروشمیا آزادی بو اوجلان چارەسەری سیاسی بو دوزا کردی دا کل ناوا گلی روشلاتا ناوین و جیهانه بیاناسی. ششمین خودکرنا کاری لسرمالترین جواکی و رونی کرنا فلسفه عبدالله اوجلان. هفتمین دارخستنا سمپوزیومان لسر برنامه زوم و یندن کنگراس دار انسیاتیفا سوریج بو آزادی ریبر عبدالله اوجلان 8 جودمه 2024 سلاف و ریزین شورش که